مساء الخير يا صديقي، ايه الاخبار؟ حلقه جديده من الكره مع حسني. حلقه النهارده ضرب نار. النهارده الزمالك بيتعادل مع الاتحاد السكندري، وفيوتشر بيتعادل مع بيراميدز، وبيدوا فرصه للنادي الاهلي ان هو يوسع النقاط اكتر واكتر وينفرد بصداره الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي عنده ماتش بكره مهم جدا مع المصري، لو فاز بيه هيوسع النقاط جامد بين اقرب منافسيه. لكن لو هنتكلم على ماتش النهارده الزمالك والاتحاد السكندري، الماتش كان الصراحه كان سريع، كان ماتش حلو جدا من الفرقتين. الزمالك هاجم وكل حاجه، لكن الزمالك فيه مشكله، فيه حاجه غلط. اللعيبه نفسها تحس انها مش مركزه في الملعب. كواليتي اللعيبه نفسه اللي جه لنادي الزمالك الفتره الاخيره في موسم الانتقالات مش هو افضل حاجه، سواء عمرو السيسي، مصطفى شلبي، دونجا. الناس دي كلها مش قادره تسد الفراغات اللي اتسابت قبل كده. فيريرا نفسه مش مركز في التشكيل، مش مركز، مش قادر يرسى على مهاجم. مشكله المهاجم الصريح فيها مشكله كبيره جدا في الزمالك، وكمان يعني مش الزمالك بس، الاهلي والدوري المصري كله. فالزمالك اتمنى ان هو يرجع يركز تاني لو عايز ينفرد وينافس على الدوري المصري. رئيس نادي الزمالك المفروض يهدى شويه ويهدي التصريحات شويه عشان صالح فرقته نفسها، لان هي فرقته اكتر فرقه، اكتر حاجه بتتضر منها من تصريحاته. هو اللي بيضر الفرقه. القلق اللي عامله بالفرقه وموضوع فتوح وعبد الله جمعه، حتى ان هم بعد ما اتصالحوا لكن الفرقه تحسها مفككه، الفرقه مش مركزه. فهل الزمالك هيقدر يعود ولا لا؟ خصوصا ان الزمالك عنده ماتشين مهمين جدا، يعني المباراتين الجايين عنده الكاس مصر مع بيراميدز، ثم عنده النادي الاهلي في الدوري. فالزمالك لو اتعثر في ماتش من الاثنين، سواء بيراميدز او الاهلي، هتحس ان الزمالك بينزل وبيبعد قوي عن الدوري وعن الوصافه كمان. يعني انا مش عايز اقول لك ان فيوتشر داخل بقوه جدا، بيراميدز ابتدى يقرب. فاتمنى ان الزمالك ورئيسه يراجعوا نفسهم، وفيريرا كمان. يعني انا شايف ان فيريرا مطلوب منه يركز اكتر من كده في الفرقه، ويحاول يشوف ايه الحلول اللي يمكن يقدمها، وايه الصفقات اللي محتاجه نادي الزمالك في الماركاتو الشتوي يقدر يجيبها، سواء محتاج مهاجم. لان سامسون اكليولا الصراحه يعني مش ده مستوى مهاجم نادي الزمالك خالص خالص. سيف الدين الجزيري بعيد جدا عن مستواه الفتره الاخيره. الاثنين ما فيش، يعتبر ما فيش غير زيزو وامام عاشور هم اللي شايلين الفرقه. فاتمنى ان الزمالك يراجع نفسه، ومرتضى منصور اهدى شويه كده وركز في حاجات تانية، وركز في الناحيه الاداريه والناحيه الماليه. يعني كان جابوا عقد الرعايه الجاب مع شركه النيل للتطوير العقاري، صفقه كويسه جدا. اتمنى ان انت تركز في الجزء ده وتسيب الفنيات واللعيبه لفريرا وامير مرتضى منصور. تاني موضوع النهارده في حلقتنا عايزين نتكلم عنه هو حسام حسن. حسام حسن المهاجم اللي انتقل من النادي الاهلي ورجع بيته لسموحه. النهارده حسام حسن بيقدر يجيب جونين في ماتش طلائع الجيش. المباراه اللي فاتت كان جاب جون واتلغى. فلغز غريب حسام حسن، انت تلعب في النادي الاهلي وبيخدم عليك اللعيبه اللي تحت، قفشه ورونو سافيو وطاهر محمد طاهر حسين الشحات، وما تهدفش، لكن تروح سموحه وترجع بيتك تجيب الجونين. وحسام حسن هيتطور اكتر واكتر. فدي موضوع غريب قوي، والاهلي محتاج ينظر في الصفقات اللي بيجيبها، لان هو مش اي حد لعيب هيقدر يلعب في الاهلي، وده اللي اثبته حسام حسن. انت بتخرج على طول وانت مش في الفورمه بتروح تجيب جونين، طب ازاي ما انت كنت بتلعب في النادي الاهلي؟ فموضوع غريب حسام حسن. انا اتمنى ان النادي الاهلي يستفاد من حسام حسن، لو هو هيكمل بالمستوى ده وهيقدر يكمل في التهديف، هيكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. لكن انا ما اعتقدش ان حسام حسن لما يرجع النادي الاهلي هيكون بنفس المستوى اللي بيظهر بيه مع السموحه. اتمنى التوفيق لحسام حسن، سواء هيكمل مع سموحه او هيرجع الاهلي. تالت موضوع يا صديقي عايزين نتكلم فيه هو صفقة مروان عطية، اللاعب اللي جه النادي الأهلي جديد، اللاعب اللي بيلعب في مركز 6 و8. هل مروان عطية أفضل صفقة للنادي الأهلي في الوقت ده، ويصلح فعلا للعب في النادي الأهلي ولا لأ؟ قبل ما نتكلم على مروان عطية نفسه، عايزين نتكلم البدائل اللي كانت ممكن تيجي بدل مروان عطية، وليه الأهلي جاب مروان عطية وما جابش حد غيره. لو هنمسك كده واحد واحد، يعني أنا بتكلم على ثلاثة بالذات. أول حاجة محمود حمادة لاعب فاركو، اللاعب اللي اثبت تألقه الفتره الاخيره جدا مع فاركو، بيصنع الفرق فعلا في نص الملعب. لعيب بيقدر يقف على الكوره، يحرك، يعمل نقله لقدام، بيقدر يدافع كويس. اللاعب تألق جدا مع فيتوريا في منتخب مصر. فانا كنت شايف ان محمود حماده رغم ان سنه كبير شويه، بنتكلم في 28 29 سنه، كان هيبقى مناسب جدا للنادي الاهلي. لكن طبعا كلنا عارفين موضوع الانتقالات وان فاركو ممنوع من فترتين كده، فبالتالي هو صعب يفرط جدا في محمود حماده. طب مين اللاعب التاني؟ مهند لاشين. مهند لاشين كان المفروض ان هو رايح الزمالك او الاهلي، لكن اللاعب فاجئنا ان هو راح فيوتشر. صعب جدا ان هو ينتقل من فيوتشر على طول دلوقتي للنادي الاهلي. فبالتالي برضه مهند لاشين صعب، لعيب دولي ولعيب كان يقدر يتحمل ضغوطات النادي الاهلي. تالت لعيب محمد رضا بوبو. يعني اللعيب ده مستقبله كويس جدا، لعيب يعني رائع مهاري، لعيب سريع، لعيب شويط، لعيب بيقدر يدافع ويهاجم. فالصراحه
محمد رضا بوبو أنا كنت شايف إن هو هيفيد النادي الأهلي جدًا، لكن الطلبات المالية المبالغة لفيوتشر يعني بالذات مع صفقات النادي الأهلي، خلّت يعني النادي الأهلي يصرف النظر عن بوبو مؤقتًا، لكن بوبو لسه في دماغ النادي الأهلي، النادي الأهلي مش هيشيل محمد رضا بوبو من دماغه، هو ما زال محتاجه، فبالتالي كان بوبو كان صعب جدًا ييجي في الوقت ده برقم 45.000.000 وكمان هو مش هيشارك معاك لإن هو شارك في الكونفدرالية مع فيوتشر، فبالتالي كان الاختيار إن مروان عطية هو أفضل لاعب ييجي في الوقت ده. مروان عطية لعب مع الاتحاد السكندري 3 مواسم، راح منتخب مصر مؤخرًا، لكن لو هنتكلم على أرقام مروان عطية فهي أرقامه بالنسبة لي ضعيفة شويتين. اللاعب لعب مع الاتحاد السكندري حوالي 94 مباراة، جاب كام جون بقى في ال94 مباراة؟ هدف واحد. دي علامة استفهام كبيرة جدًا إن أنت بتلعب 3 مواسم 94 مباراة ما تجيبش غير هدف واحد. طب صنعت كام فرصة أو كام أسيست عملته؟ 6 أسيستات بس في 3 مواسم، فبالنسبة لي دي أرقام ما ينفعش إن أنت تيجي بيها النادي الأهلي، لكن اللاعب يعني على مستوى الكورة هو في مؤخرًا نضج وتوهج وتألق بشكل كبير، لكن أنا منتظر منه إن هو يثبت لنا فعلًا إن هو يستحق الانضمام للنادي الأهلي ويستحق المبلغ اللي جه بيه. هو أرخص يعني كسعر أفضل لاعب وسط هو أرخصهم حاليًا، 25.000.000 مع صفقتين إعارة، لكن أنا باتكلم إن أنت جيت النادي الأهلي أنت مطالب إن أنت تقدم مستوى يليق بالنادي الأهلي، ويليق إن أنت كراجل رقم 8 دخلت في وسط اللعيبة مع عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، فأنا مستني من مروان عطية يثبت لنا فعلًا إن هو لعيب كبير، وإن هو لعيب فعلًا تألق ونضج الموسم ده. وأنا منتظر منه إن هو يساهم بعدد أهداف أكبر، بصناعة أهداف أكبر، وده اللي هنشوفه الفترة الجاية مع مروان عطية. آخر موضوع بقى يا صديقي عايز أتكلم فيه هو موضوع كهربا سريعًا كده والغرامة اتوقف والّا ما اتوقفش، اتشالت والّا ما اتشالش. أنا الصراحة مش حابب إن كهربا يشارك في ظروف زي دي، أنا مع إن النادي الأهلي عايز كهربا يدفع الغرامة اللي عليه، لكن هيرجع يشارك ماتشين 3 والغرامة والوقف يتجدد تاني، يبقى أنت دخلت لعيب في الفرقة وخرجته ما استفدتش أي حاجة، بالعكس ده أنت أربكت الفرقة وأربكت كهربا نفسه، لأن أنت خلاص يعني هتاخده معاك كاس العالم هيلعب راجل ماتش ولا ماتشين ترجع في الدوري ما يلعبش يتوقف تاني. فانا الصراحه شايف ان التفكير غلط جدا. هو ما حصلش حاجه لغايه دلوقتي لسه، لكن انا شايف ان الاصح ان كهربا يفضل بعيد عن النادي الاهلي، ما يخشش السكواد خالص غير لما يدفع الغرامه بقى فعلا رسمي ان كهربا صفقه جديده وهتلعب. وهل كهربا فعلا اصلا دلوقتي مستواه يعني انت فاكر يا صديقي لما كهربا هينزل دلوقتي هيبقى هو كهربا بتاع سنتين؟ لا بالعكس، كهربا محتاج يعني من 4 ل10 مطوشة عشان يرجع كمان لمستواه ويبقى كهربا بتاع زمان. فدي كان سريعا انا اتمنى ان النادي الاهلي لو هو محتاج كهربا فعلا ويقف جنب كهربا، وده اللي النادي الاهلي قاله، لكن انا منتظر النادي الاهلي ياخد خطوه حقيقيه وفعلا يدفع الغرامه بتاع الكهربا، لان هي غرامه مستحقه سواء بقى انت اللي هتدفعه واللاعب يدفعها لك، دي حاجات ما تخصناش خالص. لكن احنا اللي يهمنا مصلحه اللعيب ومصلحه ان كهربا يرجع لمستواه، لان هو فعلا لعيب موهوب جدا وهيفيد النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشرط ان هو يركز ويرجع لمستواه ويبقى تركيزه كله في الملعب، مفيش اي حاجه بره الملعب ولا تصريحات ولا خروجات ولا اي حاجه، وهيقدم لنا فعلا نسخه كويسه جدا من كهربا. وده اللي احنا محتاجينه، والراجل اللي هو في اللي بيلعب في ناحيه الشمال اللي الاهلي محتاجه جدا ومنتخب مصر محتاجه. اتمنى المشكله برضو تتحل بسرعه جدا. الاهلي بكره عنده لقاء مع المصري، كهربا مش داخل بكره في السكواد، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي والتوفيق للنادي المصري. ودي كانت حلقتنا النهارده يا صديقي، اتمنى لو الحلقه عجبتك تدعمني بتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، ولو متابعني على فيسبوك او انستجرام تعمل لايك. والى اللقاء، اشوفكم في حلقه جديده من الكرة مع حسني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.